مساء الخير يا جماعة. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على المرأة الخمسينية والعلاقة الجنسية. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايكات. معاكم ماجدة مصرية في الخارج. بتكلم في كل حاجة في الدنيا، ماشي. رجاء شير واشتراك ولايك. دلوقتي في فرق المرأة العربية والمرأة الغربية. المرأة الغربية بتبدأ العلاقة الجنسية في سن 14 سنة، طبعا بتتعرض للمينوبوز. بس المرأة الغربية غاوية القصة دي لغاية آخر نفس في حياتها، صغيرة كبيرة. احنا في التمام ليه؟ اما بتخش في المينوبوز طبعا بيحصل انخفاض للرغبة. بتاخد هرمونات صناعية اسمها استروجين، تابلت بتاخده، او بتاخد اكلات. بتسأل الدكتور ان هل في حاجات تصلح القصة دي. بيقول لها مثلا التغذية، بتمشي مع اخصائي تغذية يخلي العملية تمشي تاني. هي ممكن تمشي تاني بنسبة 50% بالاكل، اوكي، بالاكل واسلوب الحياة، ماشي. بالنسبة للمرأة العربية، احنا طبعا عارفين ان بعد سن 48 احسن فترة للمرأة ما بين 35 وال 48. ده افضل توقيت للمرأة. بتكون كبرت العيال، بتكون ده احسن توقيت ليها، اوكي. عندنا طبعا مرأة مختتنة دي في الضياع، دي ضايعة خالص، يعني مفيش، ماشي. لان المكان اللي بيقطعوه فيه 8000 خلية عصبية، اوكي، اللي هي مسؤولة عن الحس والمطر. فما يقطعوها يبقى بقت من الداخل بس، ومن الداخل عايزة شغل جامد، وعايزة بقى شغل على مية بيضة في القصة دي، اوكي. المهم فبتيجي تجد صعوبة في الأورجازم، بالإضافة إن الرغبة بتبقى أي كلام، لأن المكان ده اللي بيوصل للأورجازم، وهي بتبتدي العلاقة الكاملة متأخر، فبتعتمد على العادة السرية، وطبعا المكان ده مقطوع، مفيش حاجة، اوكي. بتيجي بقى على سن 48 بيحصل حاجة اسمها هرمون الاستروجين بيطلع من جسمها. لما يطلع بينسحب، اسمها اعراض الانسحاب من سن 48 ل 52. فالهرمون ده اللي متكلين عليه هو اللي بيخلي المرأة تبقى زي هرمون التستوستيرون، اوكي. في جسم المرأة الاستروجين والتستوستيرون لازم يكون الاستروجين اعلى من التستوستيرون. واذا التستوستيرون اعلى هتلاقي المرأة شكلها تحول الى ذكوري بقى. يقول لك كنت متجوزها انثى، تعالوا شوفوا منظرها دلوقتي بقى ونشفت بقى منظرها نشفت، وصوتها اتغير، وعضمت، والحاجات دي، اوكي. انخفاض الاستروجين، ماشي. بيحصل بقى ان الراجل بيتفاجئ، يعني بيحصل تشينج في الحياه اوفر، اوكي. بعد 52 بقى تبقى بلاطه لو ما عملتش الحاجات اللي انا هقولها، اوكي. طبعا في حاجات بتتاخد في سن ال 48 لغايه ما تنسحب، ما يخرج من جسمها الهرمون، اوكي. زي الرمان، علشان فيه هبات سخنه، وبتبقى اصعب فتره للمراه، لان الهرمون ده المسؤول عن مسؤول عن منع الامراض. فهيجي لها كل الامراض لجميع الامراض. الشعر هيخف، الجلد هينشف. الهرمون الجنسي بالنسبه للراجل والست ما هوش هرمون جنسي، اسمه هرمون الصحه والجمال والشعر والعضلات والامراض، منع الامراض، اوكي. اول ما بينخفض بين الراجل علامته واضحة جدا، الانتصاب الصباحي. بالنسبة للمرأة مش عايز. لو كمان في حاجة اسمها المهبل بيجف يعني يعني بينشف. يقول لك الست كبرت ونشفت. اثناء الاثارة بيحصل افرازات، والافرازات دي اسمها ملينات، حاجة كده تروى. فبيحصل بقى الراجل يتأثر بالقصة دي، لان المكان ناشف، يقول لك نشفت مفيش متعة. وبالنسبة للمرأة يحصل لها ألم والتهابات، متنحسة من كله. فلازم الواحد في الفترة دي يستعمل حاجة اسمها جل مهبلي، ملين مهبلي، اوكي. الملين ده بيتحط على العضو اثناء العلاقة عشان يمنع الاحتكاك والألم والالتهابات، وبديل عن الافرازات الطبيعية، ماشي. المرأة عشان تبقى كويسة 1 2 3 الاهتمام بالحالة النفسية نمبر 1. المضادات الأكسدة تبقى تاخدها، ومضادات الالتهابات اللي هي الخضار
والحاجات الحريفه زي البصل والثوم والزنجبيل والحاجات الحاميه. اوكي، يبقى البهارات والخضار يكونوا في اسلوبها الغذائي، وخصوصا الشمر واليانسون، دول اسمهم اسطوره استروجين. اوكي، بديل على الاستروجين الطبيعي. ده بالنسبه للبهارات. بالنسبه للبذور والمكسرات، السمسم نمبر 1. كل يوم معلقتين سمسم لازم يتاخدوا. البصل اسطوره للبنكرياس، اما هرمون الانسولين يبقى في حاله جيده، الاكل اللي انا بقوله يجيب نتيجه. اوكي، عندنا الحلبه اسطوره استروجين نباتي، والسمسم والتمر ومنتجات الصويا. ماشي، البهارات اللي انا قلتها اللي هم اليانسون والشمر. الشمر بقى يبقى لو انت عايزه تبقي كويسه علشان شعرك ما يقعش، وعشان جلدك ما يتكرمش، وعلشان العضلات ما تترهلش، وتبقي في حاله نفسيه كويسه، لازم تاخدي الحاجات اللي انا قلتها. عشان انخفاض الاستروجين بيغير مزاج المرأة. بيحصل بيحصل خلل في الناقلات العصبية المسؤولة عن السعادة والانبساط. اوكي، حاجة نقصت في الجسم. ماشي، طيب المرأة في الوقت ده بقى قلنا تهتم الوزن والكرش والأدوية والأمراض. الأدوية ليها تأثير مباشر على الجنس، فلازم تاخد مية بليمون كل يوم، تاخد الحمضيات عشان تنظف جسمها من آثار الأدوية والتبعياتها. الأمراض والأدوية. الأدوية ليها تأثير مباشر، وفي أمراض بتوقع جنس كومبليتلي زي مرض السكر. فمرض السكر عايز أول حاجة فيتامين د. أوكي، وعايز الحمضيات علشان ما يحصلش تلف للخلايا العصبية المسؤولة عن المتعة والإحساس، والبروتين. البروتين اللي هو في 3 مرات في الأسبوع سمك، مرة صدر دجاج، ومرة الكبدة بتاعت الخروف. ماشي، الحاجات دي نوعية الأكل: البروتين والأوميجا 3 والفيتامين د لمريض السكر، لمريضة السكر. ونشوفكم بخير إن شاء الله.